صباح الخير والجمال والسلام. طبعا انتوا كنتوا متعودين دايما ان انا لما بطلع بحكي مع ادم وحور وانس ونحكي الف ليله وليله وكليله ودمنه. هم دلوقتي نايمين، فانا النهارده عندي شغف ان انا احكي حكايه عن الطمع وعن جشع الانسان وعن ان هو يفكر. هو كل الانسان الاناني اللي بيفكر في مصلحته بس. قصة جميلة عظيمة من قصص ألف ليلة وليلة اسمها الحصان الطيار في بلاد الأسرار. أنا أنصحكم أن أنتم تشتروا هذه الكتب وتتفرجوا عليها وتعلموها لأولادكم. القصص فيها حكم، القصة فيها حكمة، مش قصة كده هباء منثورا وبس، لا دي فيها حكمة في النهاية أنت بتستشفها من الموضوع. الحصان الطيار في بلاد الأسرار بتحكي عن بلاد قديمة كان يا مكان في سالف العصر والأوان. كان في ملك اسمه ملك النعمان ابن الملك حسان. كان هذا الملك ملك على بلاد عظيمة وجميلة. ففي يوم من الأيام كان قاعد الملك النعمان، جاله ساحر من السحرة اللي هم كانوا عايشين في الجبال دول، وقال له في لغز في مكان ما على هذه الأرض، بلاد اسمها بلاد الأسرار. هذا اللغز عبارة عن حصان ليه جناحاته بيطير في السماء. الملك النعمان كان فضل يومه ده وفضل طول ما هو قاعد عمال يفكر ازاي يحصل على الحصان الطيار ده، مع انك كان ممكن عادي تعيش في مملكتك عادي وتفكر ما هو عندك انت من الكنوز واللآلئ والزمرد وكل شيء، ولكن طمع الانسان هو بقى اللي احنا بنحكي عليه هنا في الحته دي. طمع الانسان. الملك النعمان ابن الملك حسان راح للساحر ده وقال له بقول لك ايه، لازم تشوف لي حل ان انا احصل على هذا الحصان الطيار مهما كلفني الموضوع. قال له بس الحصان الطيار في بلاد الاسرار دي بلاد بعيده بعيده عن مملكتك، وعشان توصل هناك هتعدي على وحوش وذئاب واسود وبحور ونمور. انا انصحك بلاش، خليك في مملكتك وحكم مملكتك. قال له لازم احصل على هذا الحصان. قال له انا نصحتك وانت حر. بلاد الأسرار في كذا وكذا وكذا، واشرح له فين بلاد الأسرار دي. نزل الملك النعمان وكان كل همه ان هو يحصل على هذا الحصان الطيار. راح كلف فرقة من الجيوش بتاعته، قال له تطلعوا ب100 ضابط و20 جندي، تروحوا وتجيبوا لي الحصان الطيار من بلاد الأسرار. خذوا ما اللي انتوا عايزينه من أموال المملكة وفلوس ومية وشرب وأكل يرعاكم في هذا الموضوع. طلع الجيش فضل ماشي 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 ماشي، وعدى على الصخور والوديان والبلاد مات من مات منهم، واخدين اللي بالكم، واكلت الاسود من اكلت منهم، لان دارت معركه كبيره معاهم طبعا، واخدين بالكم. وفضل ماشيين 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 الى ان نفذ الاكل ونفذ الشرب، وما قدروش يكملوا. حاولوا ان هم يرجعوا، تاهوا في الطريق، مات البعض الاخر. ففضل واحد راح حكى للملك النعمان اللي حصل. الملك النعمان قال له ولو اطلع انت يا قائد الجيوش، خد معاك المرة دي 2000 واحد و50,000 جندي، 2000 ضابط و50,000 جندي، واطلع هاتولي الحصان الطيار مهما كلفكم الامر. حصل نفس اللي حصل في المرة الأولانية. فضلوا ماشيين ماشيين، دارت معركة مع الذئاب ودارت معركة مع الأسود، ولما وصلوا عند البحيرة اللي خلاص بعدها بلاد الأسرار، قطعوا الخشب لان كانوا ساعتها جاعوا، فعملوا مراكب. دارت معركه كبيره مع التماسيح قتلت منهم من قتلت وموتت من موتت، وفضل منهم بتاع 10، وهم راجعين في الطريق مات منهم 5، في نص الطريق انتصف عليهم الطريق ماتوا منهم 4. اتفضل واحد راح حكى للملك النعمان. النعمان قال له ولو هطلع وهجيب الحصان الطيار مهما كلفني الامر، بس المره دي انا هطلع بنفسي وهاخد معايا باقي القوه. اخذ معاه باقي جيش المملكه وراح علشان يجيب الحصان الطيار. هذا الملك الظالم العتي اللي الناس كانت بتلعنه وبتسبه وهم بيموتوا، أخذ الباقي الجيش وفضل ماشي. نفس القصة اللي حصلت، الأسود والنمور والحيتان والتماسيح. وفضل الملك النعمان يعافر ويقاوم يعافر ويقاوم إلى أن مات من مات معه، وفضل هو لوحده. بص كده، طلع على صخرة، فضل يطلع 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 لغاية لما وصل لأعلى قمة الجبل. بص لقى بلاد جميلة فيها خضرة وجمال وزهور بتغني وتغرد، وطيور طايرة في السماء، ومنابع من الماء، وحاجات جميلة خالص. كان التعب أهلكوا. صلوا على النبي يا سادة يا كرام، وحدوا الديان.
كان التعب ارهقه، فنام تحت فرع شجره وقعد ياكل في البلح ويغسل في التفاح ويشرب من نبع الماء العذب اللي جنبه. اكل وشرب ونام، نام مده من الزمن ما حدش عارف هي كام، يوم، يومين، سنه، سنتين، من كتر التعب اللي تعبه هذا الملك نام. صحي موفور الحال وكويس وصحته رجعت له، وفضل يدور على الحصان. بص كده بعينه لقى على طرف القدرة والجمال بنت جميلة رقيقة قاعدة وجنبيها حصان ليه جناحات بيض شكله جميل. راح عندها قال لها يا بنت، كان هو رجل مغرور وظالم، يا بنت هات الحصان ده. قالت له انت مين؟ قال لها انا الملك نعمان ابن الملك حسان ملك بلاد الزمان. كان مغرور ومتجبر. قالت له بس الهيئة اللي انت عليها مش هيئة ملك، انا شايفة ان الثياب بتاعتك رثة ومش انت مش هيئة ملك يعني. حكى لها، قال لها ما تقوليليش كده، انا بقول لك انا الملك النعمان ابن الملك حسان ملك بلاد الزمان، ما ينفعش تقولي لي كلمة يا هذا. هي قالت له ايه؟ قالت له يا هذا انا شايفة الثياب بتاعتك رثة. كان مغرور ومتسلط. فقال لها، قالت له نعمان حسان ملك بلاد الزمان عايز ايه؟ قال لها انا عايز الحصان ده. قالت له ما ينفعش اديهولك، ده تسليتي الوحيده، انت عايز تاخد منه الحصان وتمشي بيه وتخليني انا قاعده هنا انعي حظي؟ قال لها هاخد الحصان، يعني هاخد الحصان. وزق البنت الجميله وقعت من على التله، فضلت تدحرج وتبكي وتشكي حظها الى الله. والملك النعمان اخذ الحصان وقال له يلا طير بيا. قالت له استنى قبل ما تطير هدعي لك دعوه. قال لها ايه؟ قالت له قلل الله اصدقائك واكثر اعدائك وضيق عليك الدنيا. قال لها يعني معقوله ربنا هيسمع منك انت ضدي انا الملك العظيم الكبير؟ قالت له روح وانت هتشوف. طار الملك النعمان وهو مش مصدق نفسه، راكب على الحصان الطيار اللي خده من بلاد الآثار وطاير في السماء، طاير طاير طاير. وراح نزل عند المملكة بتاعته وهو مبسوط ومنشكح. وقف نزل من على الحصان وفضل يتمشى. كان غاب عن المملكة بتاعته سنتين. الناس خلاص ايقنوا ان هو مات زي اللي مات ومفيش جيوش والاعداء احتلوا المملكة. فضل ماشي ماشي ماشي، والناس بدأت تضحك عليه وتتنمر عليه، شايفين هذا الرجل الغبي اللي مركب للحصان بتاعه جناحات. من اي بلد هذا الرجل جه؟ قال لهم انا الملك النعمان ابن الملك حسان ملك بلاد الزمان. قالوا له بطل هبل، احنا مش مصدقينك، نعمان مين وحسان مين؟ الملك النعمان مات. قال لهم والله انا. قالوا له والله لو انت هنقتلك. ليه تموتون ليه؟ قالوا له لان الملك النعمان ابن الملك حسان ملك بلاد الزمان اخذ كل جيوش المملكه وسابها عاريه لغايه لما الاعداء دخلوا واحتلونا. احنا بندعي عليه في الصلاه وفي السماء وفي كل شيء. فضل الملك نعمان يبص كده للسماء ويبكي ويقول يا رب انا ايه اللي انا عملته في نفسي؟ كل ده عشان احصل على هذا الحصان الطيار. يا ربي دعوة البنت حصلت، قلل الله أصدقائي وأكثر أعدائي وضيق علي الدنيا. مش لاقي مكان أقعد فيه بعد ما كان قصري كبير بترمح فيه الخيل وقصري كبير. أعمل إيه؟ هدا تفكيره إن هو يرجع بالحصان الطيار للبنت الجميلة في وادي الأسرار. ركب وطار طار 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 بحصانه الجميل ونزل هناك. وأول ما نزل هناك كانت البنت قاعدة بتبكي والزهور مكتومة والطيور لا تغرد ونبع الماء واقف، كل شيء حزين على الحصان وعلى بنت الوادي الأخضر. أنا سميتها بنت الوادي الأخضر لأن الوادي الأخضر ده كان جميل فعلا، وكانت البهجة والسعادة. سبحان الله الإنسان دايما بيكون مؤذي. فضل الملك قاعد كده وقال لها أنا رجعت. بصت البنت فبص كده فوق، لقت الطيور بتغرد ونبع الماء ابتدى يجري والزهور ابتدت تغني وتهزر وتضحك. فالملك قالت له معقولة انت رجعت؟ قال لها انا رجعت وانا اسف جدا ان انا اخدت منك حصانك الطيار. خدي حصانك، انا خسرت كل شيء، ادعي لي بالهداية وادعي لي ان انا ارجع مملكتي زي ما كانت. قالت له طالما انت تبت ورجعت الى الله وانبت ان شاء الله باذن الله هترجع مكانك. خد الحصان وارجع بيه الى مملكتك، ضم الجيوش ولم الناس حواليك وقول لهم ان انت الملك النعمان، هيصدقوك وبعد كده تبقى ترجع لي حصاني مره تانية. قال لها انا بشكرك جدا وانا لازم اعوضك عن كل شيء واعوض اسر الضحايا اللي ماتوا في سبيل الحصول على الحصان الطيار واهلي ومملكتي.
راح الملك نعمان وفكر بذكاء الحاكم القوي الشجاع، قعد في كهف في مملكة في الجبل وفضل يدعو للناس ويحشد الناس جوله انت مين؟ قال لهم انا الملك نعمان ابن الملك حسان ابن ملك الزمان، وانا لازم ارجع ارضي وارجع جيشي، هنتدرب وهنقوى لازم نرجع بلادنا، مفيش حد هيرجع بلادنا غيرنا، مفيش حد هيثور على الظلم وعلى القسوة وعلى العنفوان غيرنا، الاعداء اللي خدوا بلادنا لازم نرجعها منهم. وفضل الملك نعمان يدربهم شهر وشهور عدت 5 شهور لغاية لما أصبحوا قادرين على اللحاق بهذا الجيش الكبير وعودة القصر ليهم تاني. الملك النعمان طار على حصانه في خضم المعركة، فضل يضرب بالسيف يمين شمال، شتت جموع العدو وانتصر على الأعداء وأخذ الجيش بتاعه، وفضل الناس شالوه على الأعناق. الملك نعمان هذا الملك العادل اللي رجع لعدله ورجع لحياته. راح الملك نعمان عدل بين الرعية ورجع ليه الحكم وطار بالحصان بتاعه إلى البنت، قال لها حصانك اهو زي ما وعدتك، بس أنا ممكن أطلب منك طلب؟ قالت له لا لها أنا مش ممكن ألاقي حد يكون ليا سند ومعين غيرك أنت يا بنتي الواد الأخضر، يا ريت نتجوز ونعيش مع بعض. الملكة قالت له أنا موافقة، وخدها وطار على الحصان الطيار، رجع للمملكة بتاعته في القصر وعاشوا مع بعض في سعادة وهناء إلى أن أتاهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. كانوا طبعا خلفوا ولد جميل ظريف لطيف سموه محمد على اسمي. وانتهت القصة بالتمام والكمال، وكانت عبرة لمن اعتبر إلى كل من كان له سمع وبصر.